عام بعد ثورة 19 ونحن نعاني من التطرف بشكل عنيف. هل كان زمان احنا ده العكس، ده كان شعار الثورة يحيى الهلال مع الصليب. يعني احنا النهارده بنتكلم في امور يعني انا شايف ان هي ايه يعني متاخره شويه، لان احنا ما زلنا او بمعنى ادق فاقد الشيء لا يعطيه. فنحن الآن أمام أزمة حقيقية ونعاني منها منذ عشرات السنين. يعني وقعة حرق المصحف في السويد أو حرق الكتاب المقدس فيه والبصق عليه وتمزيقه في تركيا، الحقيقة يعني هذه الوقائع قد ينظر إليها الغرب على أنها حرية تعبير، لكن احنا كشرقيين الحقيقة تمس بأدياننا وبتقاليدنا وبعقائدنا، وكل واحد حريص وإني يعني بيحب دينه وبيحرص على ألا تهان مقدساته. فالواقعة دي أثارت حفيظة المسلمين طبعا حرق المصحف في جميع أنحاء العالم، وبرضه كمسيحيين الحقيقة تحركت الدولة كلها يوم حرق الكتاب المقدس، رغم أن المتهمين أو المجرمين يقيمين خارج مصر. البرنس المصري يقيم في تركيا، والأخ بتاع السويد ده بيقيم في السويد ومن أصل دنماركي يعني. طبعا بطبيعه الحال الحكومات الغربيه بتنظر على هذا الموضوع لانه لا عقوبه، لان ده يندرج تحت حريه التعبير، وبالتالي كل ما عمله يعني رئيس وزراء السويد قال ان انا بأسف وبتعاطف مع المسلمين، لكن لا استطيع ان افعل معها شيء لاني يعني هو يعني هذه حريه التعبير. لكن الحقيقه من يدقق في هذا النظر بعيد عن شعارات بقى وعبارات الشجب والاستنكار والادانه وكلها محموده، وبعيد عن دعاوى المقاطعات ومقاطعات البضائع السويدية إلى آخره، لكن أود أن أنوه يجب أن احنا الحقيقة نحارب الأمر بمثل جنسه. يعني إزاي؟ يعني أنا دلوقتي لما أروح أعيش في فرنسا لازم أدرس تاريخ فرنسا وعادات فرنسا وتقاليد فرنسا. أنا لما أروح أعيش في الدنمارك وهكذا أعيش في أمريكا، إذا لازم أعرف يعني السلاح الذي أهاجم به وأخذ حقي بنفس الطريقة. بمعنى إن هل زي ما بقول رئيس وزراء السويد أو الرئيس الفرنسي ماكرون قبل كده في شارل إبدو إن ده حرية تعبير ولا لا؟ نشوف هل الإعلان عن حقوق الإنسان اللي وقعت عليه دول كثيرة ومعظم دول العالم ومنها مصر ومنها الدنمارك ومنها السويد ومنها فرنسا إلى آخره سنة 48، هل هذا الإعلان اللي بيندرج فيه حرية التعبير وحرية المعتقد هل يبيح هل حرية التعبير تعني الإساءة إلى معتقدات الآخرين؟ ده اللي نبحثه، ده اللي رد عليه. لو مسكنا المادة 18 من الإعلان عن حقوق الإنسان تنص على حرية المعتقد والمجاهرة به، وإن لا أحد أن يعني ينازعك في معتقدك وتعتقد ما تشاء. ده طب المادة 19 بقى اللي وراها على طول قال لك حرية التعبير مصونة، ولك أن تستقي معلومات ولا يحجب عنك المعلومات، ولكن ألا تهين أو تزدري أو تحقر أو تزرع الكراهية بين أصحاب المعتقدات أو الفكر الآخر، أو يسموها بالظبط كده أو التنوع في المجتمع. التنوع في المجتمع مقصود به بقى الأديان المختلفة أو أصحاب الأديان المختلفة. وأكدت هذا المعنى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف في جلستها 16 و18 بأرقام الجلسات بقول لك اهو 16 و18 أكدت هذا المعنى بالحرف. فإذا هنا ما فعله الراجل بتاع السويد ده أو المجرم بتاع السويد ده وما فعله المجرم بتاع تركيا ده البرنس المصري ده لا يمكن أن نسميه أو يحتمي بمظلة حرية التعبير اللي هي بتتمسك بها الدول الغربية أو الحكومات الغربية. ونطالبها بقى في هذا الشأن بقى لا نطالبها بأكثر من تطبيق القانون. إيه هو القانون؟ أنت وقعتي على إعلان عالمي لحقوق الإنسان والتزمت به، وأيضا وقعتي على المجلس الدولي لحقوق الإنسان والتزمت به. فإذا هذه جريمة، وصاحب هذه الجريمة طبقا لمعتقداتكم انتم وتوقعاتكم انتم واعلاناتكم انتم الدوليه، هذه الجريمه لابد ان يحاكم طبقا للجنايه الدوليه لان تسمى جريمه الكراهيه او التحريض على الكراهيه. وبالتالي كان يستوجب مش مجرد شجب الحكومات، لا نلوم الحكومات لان الحكومات يعني لا مصالحها. مصر وزاره الخارجيه صدرت بيان قوي لكن برضه لها مصالح. السعوديه ومعقل العالم الاسلامي ما قدرتش نقاطع.
لها مصالحها، كل واحد دول له مصالحها، وفي حدود تتكلم عن حدود السياسة، العلاقات السياسية والدولية. ولكن هناك هيئات يجب أن تتحرك. مثلا البرلمان المصري يجب أن يتحرك إلى البرلمان ويسافر إلى البرلمان الأوروبي، لأن السويد عضو في البرلمان الأوروبي، ويقول لهم يا جماعة أنا جاي بقول لكم طبقوا القانون اللي عندكم، طبقوا الإعلان اللي أنتوا التزمتوا بيه. الراجل ده اللي حرق المصحف بيحرض على الكراهية. تركيا حلف الناتو، اروح لحلف الناتو، ايه المشكله؟ واقول لهم الراجل اللي هو البرنس المصري ده اللي حرق الانجيل بيحرض على الكراهيه، وانتوا نظمتوا وانتوا موقعين على كذا كذا كذا. بمعنى ان لا يمكن ان يكون الامر بمكيالين. يعني مثلا الاتحاد الاوروبي، البرلمان الاوروبي من شهر ونص تقريبا صدر قرار تقرير سيء جدا ضد مصر، ومعتقلات وتعذيب في السجون الى اخره والى اخره الى اخره. انا رديت عليه في الجزء المباشر اللي مش موثق. فاهمه؟ طب انت بتدني بتعذيب السجون والكلام ده مش مظبوط والى اخره، وتعتبرها انتهاك لحقوق الانسان. طب انت ما اعتبرتش جريمه حرق المصحف في السويد وجريمه حرق الانجيل في تركيا، الا تعتبر ان هذه جريمتان ايضا من حقوق الانسان وانتهاك حقوق الانسان؟ ده المفروض ان وبعثه الامم المتحده، مصر في الامم المتحده تطالب المجتمع الدولي والامم تقدم مشروع قرار بادراج هذه العقوبه او هذه الجريمه ضمن عقوبات الميثاق المجلس الامن الدولي. ده الامور. لكن هنشجب ونكتب ومش عارف ايه ونجتمع، كله ده لا طائل له ولا حد له. احنا نتعامل باولئك الذين يتعاملون بمثل ما يتعاملون، وايضا بلغتهم وبقوانينهم وبمواثيقهم نتعامل. ده الكلام. لكن انا في النهايه طبعا بأدين هذه الجريمه الشنعاء، سواء حرق الكتاب المقدس او سواء حرق المصحف الشريف في ستوكهولم في السويد. وبأرى ان يجب ان يكون تحرك على مستوى البرلمانيين وعلى مستوى المنظمات الحقوقيه. واحنا اتحركنا النهارده، احنا تحرك عقدنا ندوه كبيره جدا وكان في ناس كبار وتكلمنا في هذا الموضوع، ادنا هذا الموضوع، قلنا نفس الكلام اللي بقوله لحضرتك. وما زلنا بأزهرنا وبكنيستنا مش قادرين ان احنا نواجه هذا الامر. بالعكس، ده احنا بعض المسؤولين للاسف في الدوله بيتركوا العنان لهذه الجماعات المتطرفه تتصرف كيفما شاء. يعني بعد ثوره 19 الانجليز فطنوا لخطوره هذه الوحده، فطنوا لهذا الامر، فحاولوا يفتتوها باي شكل. من خلال ايه؟ من خلال ان هي تنشئ تنظيمات ارهابيه في الشكل تدافع عن الدين، ولكن هذا في العلن، ولكن في السر هي ضد الدين وضد الوطنيه في الاصل. وعلى راس هذه الجماعات هي جماعه الاخوان المسلمين. يعني جماعه او هذا التنظيم الدموي المشبوه يعني يمكن لعب دور كبير جدا في هذا التطرف وما زال. واذا كنا مثلا بنتكلم النهارده اصل في لا ده مش الاخوان، ده دول الجماعات مش عارف الجماعه الاسلاميه، العائدون مش عارف منين، التكفير والهجره، الناجون من النار، داعش، مش عارف ايه. كل هذه التنظيمات ولدت من رحم الاخوان. الاخوان ده اللي اسس تنظيم القاعده هو مصطفى مشهور، اللي هو يعني كان المرشد العام لجماعه الاسلام، جماعه الاخوان المسلمين.